هلا حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونون بألف خير وانتم تشاهدون هذا الفيديو. رمضان كريم، نادى عليكم بالصحة والعافية. أتمنى تكونون بخير وانتم تسمعون صوتي وتشاهدون هذا الفيديو بعد غيبة طويلة كلش، لأن ما كان عندي وقت نهائيا. وهسه إنه رمضان وشي فقاعدين ريست، فقلت خلي أسجل لكم وأصور لكم كم مقطع وأنزل لكم إياهم. تعرفوا هواي مشتاقة يلي. يلا أريد أفاعلكم على الفيديو على مود ننشر البقية، أديكم فيديوهات أريد أنزلها بس مالي واهس إنه أسجل الصوت مالتها. أوكي، هسه هنا دا أصوركم الكواليس قبل وبعد. جبت أشياء رمضانية حبيت أشاركها وياكم، عم تشوفون التفاصيل مع رمضان. أخذت هذا الكوب، هذا الكوب إجاني هدية ويا الشغلات اللي طلبتهم من بيج. كلش حبيته، فادني هواية كلش هواي إنه أخلي بيه ماي بارد أو لبن أو شي. أنا سرعت الفيديو. سرعت الفيديو لأنه شوية طويل. أخذت هذا الفانوس الأسود، ماكو بيت عراقي ما بيه هذا الفانوس الأسود. لأنه هواية كلش أخذوه بيه هذه النشرة. الكاميرا دمرتني ودمرت أعصابي نفسيا. وأخذت هذه المبخرة كلش مكرشة عليها من زمان، كلش حابتها. كانت من أولوياتي وأول شغلة طلبتها هي هاي المبخرة. كلش عجبتني كشكل، أما استخدام إنه أوكي يمكن أنا ما أعرف استخدمها أو شيء، بس إنه شكلها كلش حلو ومرتب. وهنا حابة أشوفكم النشرة اللي أخذتها، نشرة مضويات إنه على شكل فوانيس. أنا عبالي صفرة، طلع ألوان النشرة مالتها بس كلش حلوة، طلعت كيوت. هسه أشوفكم إياها بالأخير. وهذا الفانوس كاتبين عليه قهوة، وأخذت هذا الفانوس الثاني صاير بهالشكل كاتبين عليه رمضان كريم. كفوشة ما تخليني أسجل الصوت، شرعت قلبي. أخذت هذا الفانوس كبير ذهبي كلش حلو كاتبين عليه كل عام وأنتم بخير. هم نشرة تجنن. هذا الكوب عندي صار له سنتين أموت عليه، كل رمضان أطلعه لأني يحفظ لي الشاي. أنا شربت شاي بشكل كلش مو طبيعي، اللي متابعين يعرفون بهذا الشيء. وحبيت هنا أنا أعطيكم نظرة سريعة كلش على الشغلات اللي أخذتهم. ما أخذت شغلات، لا شفت فص أوكي، ما أخذت شغلات هواية لأنه ما كنت محتاجتها، أو ما هي داعي واحد ياخذ شغلات هواية. شوفوا لي نظرة سريعة عن الهوسة اللي هاي دائما ما تخليني لا أصور ولا أمنتج بسبب هاي الهوسة والكركبة اللي تصير بغرفتي. شوف كفوشة تريد تطبل بالكرتونة. وهنا من بعد الترتيب بدي أشوفكم هاي النظرات، تفاصيل وكذا. بدي أشوفكم الترتيب اللي سويته، إنه شي بسيط بس إنه ضفت أشياء رمضاني وشي على الميز مال المكتب. لا تقولي له ترى والله بالحقيقة هو مرتب كلش كبير يعني. وهذا الميز مال المراية خليت المبخرة بهاي الطريقة، وخليت الفانوس الأسود هناك والفانوس الذهبي بصفة. حسيت إنه المكان المناسب لهم هو هنا. نادي أشوفكم نظر سريع على الغرفة، الهوس اللي بالغرفة اللي ما عجبتني نهائيا، بس يلا مؤقتا. هذا الدفتر اللي ما ينشال عن المكتب أبدا، دفتر ملاحظاتي والشغلات اللي أسجلهم. أوكي، وهنا بدي أشوفكم الأشياء بالليل. الليل يعني عالم ثاني، عالم ثاني فعلا برمضان.
شوف الفوانيس شلون تبين شكلها فد شي يعني. بدي اشوفكم الغرفة نظرات سريعة. دندن هاي الغرفة مالتي، بس قولولي شلون تناميني بهاي الالوان ولا اصلا هي غرفتي عبارة عن نشرات، هاي ما مشغلتهم كلهم، ماكو بعد هواية. المهم انا حبيت اشوفكم الاشياء مال رمضان، واشوفكم هاي النشرة مال الشلال مال البردة، وهنا الفوانيس مخليتهم بهذا الشكل. وهاي النشرة اللي اخذتها مال رمضان بيها فوانيس خليتها على الاطار مال الترباية. ونجي هنا الأهم وجبة على الإفطار وهي الشوربة. أكيد ماكو سفرة تخلى من الشوربة بشهر رمضان. وهنا دا أسوي باذنجانية كلش اشتهيتها وجهزت المقادير إلها على مود أسويها. هي حسب الطلب شنو اللي تحبون تخلون وياها تخلوها، بس أهم شي إنه المواد تخلطون بلا خير على مود ما تبذل المي مالتها ويروح الطعم مالتها. فسويتها بهذا الشكل. وهنا أنا جهزت السمكة على مود أسويها، خليتها هنا الفرن. وهاي المواد تخلوها قبل لا تستوي بربع ساعة. أنا خليتها على مود المنظر والتصوير. وهنا أنا سويت برياني ودجاج، طبعا أكيد ممكن بيوم واحد لين ما حد ياكلهن، فجمعت لكم مال يومين أو 3 كم شغلة أكوكم مع طبخات، بس خليت بالذول على السريع. وهنا الحلويات مال رمضان أكيد كرات التمر ماكو سفرة تخلى من عندهن، لأن هواي يسوون ويحبون خصوصا برمضان. والمحلبي والكاستر وزينتهم بهذه الطريقة. والفقرة إنه بعد ما نكمل أكل ونكمل إفطار ونقعد على المسلسلات ونشاهد البرامج الرمضانية، أكيد الزلابية والبقلاوة لا استغناء عنها أبدا. يا بالمونتاج بشلع قلب بشلع. ثالث ختم هذا الفيديو المقطع الأخير من مقطع الدنيا اللي صار فيضان مو طبيعي، بحيث البيوت تحديدا بديواني كلها غرقت، ما بقى أي شيء. شوفوا الهواء العالي والعاصفة والثلج. الله على محمد وعلى محمد. الو صل على محمد. على محمد وعلى محمد. أولادنا حبايبيكم، وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسون تخلون لايك، تشتركون بالقناة، تفعلون الجرس ليصلكم إشعار كل ما أنزل فيديو جديد. وباي باي.